صار كثير من الشباب يظن أن حرية النشر على مواقع التواصل هي حرية مطلقة، وأن بإمكانه أن يعبر عن غضبه أو حماسه أو آرائه السياسية دون أن يدفع ثمناً. يا شباب، منشوراتكم اليوم تعاقبكم غداً. سلام من صبا بردة. في زمن صار فيه الهاتف الذكي أقوى من السيف وأخطر من المدفع، يعيش جيل الشباب العربي اليوم وهم الحرية المطلقة على مواقع التواصل الاجتماعي. يكتب ما يشاء ويهاجم من يشاء ويعبر كما يشاء، وكأن الكلمات التي يطلقها في فضاء الإنترنت تتبخر بمجرد أن يضغط على نشر. لكن الحقيقة في واقع الأمر مختلفة تماما وأخطر بكثير مما يظن. في الماضي كان الإنسان إذا أراد أن يعلن موقفا أو يعبر عن رأي سياسي يحتاج إلى منبر أو صحيفة أو تجمع. كانت الكلمة مسؤولية ثقيلة لأنها كانت نادرة. أما اليوم فقد صار لكل إنسان منبر في جيبه يكتب عليه متى شاء دون مراجعة أو تفكير أو وعي بالعواقب. ومع هذه السهولة تضاعفت الأخطاء. صار كثير من الشباب يظن أن حرية النشر على مواقع التواصل هي حرية مطلقة، وأن بإمكانه أن يعبر عن غضبه أو حماسه أو آرائه السياسية دون أن يدفع ثمناً.